عييتي ما تبقى تشري العلف، كل نهار كيزيد الثمن والمصاريف ما كتقاداش. اليوم جبت لكم الحل، 4 بدائل اقتصادية للعلف، مغذية طبيعية وممكن تلقاوها قدام باب داركم. والرابع والله حتى غادي يدهشكم. اول بديل الخبز الكارم. الخبز الكارم كنز ضايع في كل دار، الناس كترميه ولكن مربي الدجاج الذكي كيجمعو وكيستافد منه. غير خليه ينشف مزيان ومن بعد طحنيه وقدميه للدجاج على شكل فتات. كيحتوي على نسبة مهمة من النشويات، كيعطيهم طاقة وكيشبعهم بسرعة. وحتى الكتاكيت الصغار كيستافدوا منه، خصوصا الا خلطيه مع شويه ديال النخاله اولا البلبوله. وزيد على هذا الشيء كتقلل من التبذير في الدار وكتوفر فلوسك. وهنا غادي نخليكم مع طريقه الطحن ديالو، كيفاش تحولوه لفتات. كنكرموه مزيان في الشمس ومن بعد كنطحنوه بهذه الطريقه، يا اما الا كان عندكم شي طريقه باش تدقوه بحال هكا، وإلا ما كانش ممكن ديروه في شي خنشه ومن بعد تسدوها مزيان وبشي عصا اللي تكون ثقيله بقاو تضربوا في ديك الخنشه حتى كيتطحن هذاك الخبز كارم. الطريقه ديالو سهله وما فيها باس. مره الا كناخذوا شويه من هذا الخبز الكارم ونرقدوه في شويه ديال الماء، نخليوه حتى يرطب مزيان ونخلطوا به النخاله. غير ما نكثروش من هذه الطريقه لانها كتمرض الدجاج في المصران ديالو. يعني نبقاو نديروها غير مرات 2 مرات في السيمانه مع الماء. اما هكا وهو ناشف كنقدموه ليهم سواء هكاك بوحدو اولا كنخلطوه مع الحبوب اولا كنخلطوه مع البلبوله وكنعطيوه ليهم. راه كيستافدوا منه هكا ناشف، كيفيدهم اكثر من وهو مرطب في الماء. بالنسبه ليا كنحضر منه كميه كبيره وكنديرو في شي خنشه وكنحطو في شي بلاصه اللي ما كتوصلش ليها الرطوبه باش يبقى دائما ناشف ومزيان. وكنقدموا للدجاج تقريبا بشكل شبه يومي، يعني قدرت تعطيوه للدجاج ديالكم يوميا ما تخافوا منه والو لانه هكا ناشف ما كيضرش. هكا كتكونوا وفرتوا في العلف وفي نفس الوقت شبعتوا الدجاج ديالكم. وحتى الدجاج كيعجبو بزاف هذا الخبز كارم مطحون، كياكلوا بشراهه وما كيضيع منه حتى حاجه. وهكا كنكونوا استفدنا وفرنا بديل علف اللي هو اقتصادي، ممكن تجمعوه غير نتوما، يعني غير من داكشي اللي كيبقى لكم ديال الخبز. او ممكن كذلك تشريوه، راه كيتباع عند صحاب الفرارن، كيتباع رخيص يعني تقريبا 20 فرنك للخبزه. يعني رخيص بزاف، بديل اقتصادي ولكن ما يمكنش لينا نعتمدوا عليه غير بوحدو ونبقاو نعطيوه للدجاج بوحدو لانه ما كافيش. ضروري اننا نوعوا في التغذيه ونعطيوهم اشياء اخرى متنوعه وفيها مغذيات باش الدجاج ديالنا يبقى دائما بصحه جيده. وكذلك البيض عندنا يكون دائما بوفره وما يتقطعش. ودابا ندوزو البديل الثاني. البديل الثاني هو نبات الازوله. الازوله المعجزه الخضراء، نبته كتعيش فوق الماء، سريعه النمو وكل نهار تقدر تحصد منها كميه كبيره. كتحتوي على اكثر من 20% بروتين، فيها الحديد الكالسيوم والفيتامينات. الدجاج كيعشقها وكتعطيه طاقه وصحه وكتحسن لون الريش وتكاثر البيض. ما كتحتاجش مجهود كبير، غير حوض صغير مع الشمس والماء وتخليها تخدم عليك. باش الدجاج ديالك يستافد مزيان من الازوله كاينين طرق مختلفه باش تقدمها ليهم، ولكن قبل ما تقدمها ضروري تعصرها شويه من الماء، ما تعطيهاش وهي مغرقه بالماء باش ما ديرش اسهال للدجاج. وخليها دائما تكون طازجه، يعني في نفس النهار تعطيها ليهم، ما تبقاش حتى تاكسد. وبدا بكميه صغيره وممكن ليك تخلطها مع شويه ديال الخبز يابس مطحون كيف ما حضرنا سابقا اولا النخاله اولا البلبوله. في الاول ممكن تبدا تعطيها ليهم مره حتى 2 مرات في السيمانه بكميه قليله، ومن بعد ملي كيتعود عليها الدجاج ديالك ممكن تعطيها ليه بشكل يومي، خصوصا الا كان عندك شي حوض كبير وزارعها في شي بلاصه كبيره وكتنتج لك كميه كبيره. ممكن تقدمها للدجاج ديالك يوميا، ما تخاف حتى شي حاجه. وكما قلنا نعصروها مزيان كيف ما شفتوا معايا هنايا. ضروري ما تبقاش كتستقطر بالماء. ومن بعد كنخلطها مع النخاله، يمكن لكم تخلطوها مع الحب مع البلبوله، وممكن لكم تعطيوها لهم هكاك بلا ما تخلطوها مع حتى شي حاجه. وقدموها للدجاج ديالكم باش يستافد من الفيتامينات والبروتينات اللي فيها. وبالنسبه لطريقه العنايه بالازوله راني درت عليها فيديو كامل غادي تلقاو عندي في القناه، وغنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. ودابا ندوزو البديل الثالث. ثالث بديل هو قشور وبقايا الطعام. واش عمرك فكرتي ان القشور اللي كترميها يوميا ممكن توكل بها الدجاج ديالك؟ قشور البطاطا، الجزر، القرعه، التفاح وحتى شويه د الرز او المعكرونه اللي كتكون طايبه وبقات شايطه، كلشي تقدر تجمعو وتعطيه للدجاج ديالك. هاد بقايا الطعام كتوفر لنا التنويع الغذائي وكتزود الدجاج بالفيتامينات والبروتينات والمعادن.
كما يمكن لينا نعطيهم حتى قشور البيض سواء الرومي او البلدي كيف ما شاركت معكم في الفيديو اللي فات. وبعض التعاليق جاتني على انه الدجاج ملي كياكل قشور البيض كيولي ياكل البيض ديالو، وهذه معلومه خاطئه، لان الدجاج ملي كياكل البيض ديالو هذا كيعني انه عنده نقص في الكالسيوم، اولا حطيناه في شي حوش مضيق بزاف، اولا ما كيتعرضش لما يكفيه من اشعه الشمس، ديك الساعه كيولي ياكل البيض ديالو. وحنايا ملي كنقدموا ليه قشور البيض كنغديو الحاجه ديالو من الكالسيوم، وبالتالي ما كيبقاش ياكل البيض. كذلك كيخصو دائما يتعرض لاشعه الشمس، وكيخصو يكون في شي حوش يكون مهوي ويكون واسع ما يكونش الاكتظاظ. والمفاجاه الاخيره وهي تشطيبه، وهي بقايا الطحن ديال القمح او الذره او الشعير اللي كيتجمعوا عند المطاحين او عند الافرنه العصريه اللي كطيب بالغاز، اللي ولات منتشره بزاف مؤخرا في المغرب. الكثير من الناس ما كيعرفوش قيمتها، ولكن مربي الدجاج الذكي كيمشيو كيسول عليها، كتلقاها بثمن بسيط، وحتى بعض المرات كيعطيوها فابور في بعض المطاحين. بالنسبه لي انا كناخذ خنشه ب20 درهم، يعني علف جد اقتصادي، كتقام عليا تقريبا بدرهم للكيلو، يعني رخيصه بزاف. فيها نخاله وزيوت طبيعيه وبروتين نباتي، وكتزيد الوزن ديال الدجاج بطريقه طبيعيه وامنه. وهكذا غنكون شاركت معكم 4 بدائل موجودة اقتصادية ومجربة، ما بقى حتى عذر باش تضيع فلوسك في العلف الغالي. جربهم وراقب الفرق في البيض وفي النشاط وصحة الدجاج، وخلي دارك تولي مزرعة مكتفية ذاتيا. وطبعا ما تنسوش تخليوا لي رأيكم في التعليقات باش نشوفوا شكون جرب وشكون مازال متردد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.